أهلا بيك في قناتك دماغ تانية. لو بتحب تشوف الحياة من زاوية محدش واخد باله منها يبقى المكان ده معمول ليك. اشترك في القناة وخلي دماغك تركب دماغ تانية. يلا بينا. موضوعنا النهاردة ازاي تتحكم في أحلامك. هل في طريقة معينة تتحكم فيها بأحلامك؟ يعني وانت نايم تعرف انك بتحلم وتقرر تسيطر على كل حاجة حواليك، تطير مثلا، تقابل حد ميت، تواجه خوفك، أو حتى تغير نهاية كابوس. الموضوع ده مش خيال علمي، ده اسمه الحلم الواعي. أنا كنت زيك بسمع عن الناس اللي بتتحكم في أحلامها وأقول مستحيل، لحد ما حلم اتكرر معايا 6 مرات في شهر واحد. نفس الحلم ونفس الشارع ونفس الكيان اللي بيطاردني. كل مرة كنت بصحى مفزوع، قلبي بيدق زي الطبول، جسمي متخشب. لكن في ليلة معينة قررت أوقف وأقول لنفسي أنا بحلم. ومن اللحظة دي كل حاجة اتغيرت. الحلم الواعي هو إنك تبقى مدرك إنك بتحلم، والإدراك ده بيديك مفاتيح السيطرة اللي بتخليك بتلعب في حلمك زي الشطرنج، تحرك فيه يمين وشمال. في ناس بتستخدمه للعلاج النفسي، لتجاوز الصدمات، أو حتى للإبداع الفني. لكن السؤال الحقيقي مش هل ده ممكن، السؤال هو إزاي ده يحصل. متخيل مثلا إنك بتعمل تمرين بسيط النهاردة ويفتح لك باب لعالم كامل جوه دماغك؟ تمرين واحد بس. جاهز تعرف إيه هو التمرين ده؟ يلا بينا. الخطوة الأولى اختبار الواقع. اسأل نفسك طول اليوم، هو أنا بحلم؟ بص في المراية، اقرأ جملة مرتين، بص في ساعة رقمية. في الحلم الحاجات دي بتتلخبط. الهدف من التدريب ده هو إنك تبرمج دماغك يسأل السؤال ده حتى جوه الحلم. الخطوة التانية، أول ما تصحى من النوم امسك ورقة أو نوتة في الموبايل واكتب اللي شفته في الحلم، كل التفاصيل حتى لو بسيطة. ومع تكرار ده كل يوم هيخلي دماغك يبني وعي أعلى بأحلامك ويبدأ يلاحظ النمط. الخطوة التالتة، نام 5 ساعات واصحى نص ساعة وارجع نام. في المرحلة دي الحلم بيكون في قمته. وهسيب لكم روابط الدراسات بتاعت الحلقة، هسيبها في الوصف عشان تتأكدوا ان كل الكلام في الحلقة هنا كلام علمي بدراسات علمية. الخطوة الرابعة، قرر في بالك قبل النوم، الليلة لما أحلم هعرف إني بحلم. الكلمات دي بتتخزن في العقل الباطن وتساعدك تكون واعي داخل الحلم. والموضوع ده معمول عنه دراسات حديثة بتثبت إن الفص الأمامي للمخ بيشتغل أكتر وقت الحلم، وده اللي بيدينا قدرة السيطرة. الغريب إن موضوع الحلم الواعي مش بس ناس بتجربه في البيت، ده علماء كبار جربوه بنفسهم. يعني مثلا تعرف ريتشارد فاينمان، العالم العبقري اللي ساعد في اختراع القنبلة الذرية واللي كان له دور كبير في تطوير الميكانيكا الكمية؟ الراجل ده في كتابه أكيد بتهزر يا سيد فاينمان، ده اسم الكتاب، حكى إنه جرب يراقب نفسه وهو بينام عشان يعرف إزاي بيحصل التحول من اليقظة للحلم. بدأ ياخد باله من اللحظة اللي بيبدأ فيها يفقد وعيه، وفجأة لقى نفسه في حلم، راكب قطر، شايف الناس وسامع الأصوات. أيوة، كان شايف الألوان كأنها واقعية تماما، مش أبيض وأسود زي ما ناس كتير بتفتكر. الأروع من كده كمان إنه في مرة حلم بفتاة بشعر أحمر طويل، شعرها كان بينعكس عليه ضوء الشمس كأنه مراية، وسأل نفسه يا ترى أقدر أشوفها بوضوح أكتر؟ وفجأة شاف كل خصلة شعر لوحدها بتلمع في الشمس، كأنه اختار جودة الحلم بنفسه. ومن هنا بدأ يسأل نفسه أسئلة عن الحواس. هل ممكن نحس بملمس، نسمع أو نشوف بدقة؟ وكان بيحاول يجاوب من جوه الحلم. وعشان ما تقولش دي تجارب فردية، في دكتور اسمه ستيفن لابيرج يعتبر أبو علم الأحلام الواعية. الراجل ده ما بيلعبش، كل حاجة عملها كتبها في أبحاث علمية اتنشرت في مجلات متخصصة واتراجعت من أكبر علماء النفس والأعصاب. لابيرج عمل تجربة عبقرية، خلى ناس يدخلوا حلم واعي وهم نايمين، طلب منهم يعملوا غمزة بعينيهم من جوه الحلم كإشارة للعلماء في المعمل. وبالفعل العلماء سجلوا الإشارة دي على أجهزة الرصد. يعني علميا ثبت إن الوعي داخل الحلم ممكن يتسجل بره. وفي موقع اسمه دريم فيورز، ناس كتير هناك بيشاركوا تجاربهم وبيقولوا إن في طرق مختلفة تتحكم بيها في أحلامك.
زي إنك تلاحظ حاجة مش منطقية في الحلم، زي إن تطير أو تلاقي الساعة مش بتتحرك أو الأرقام معكوسة، أو تبص على ورقة تبعد نظرك تبص تاني تلاقي الكلام اتغير في ساعتها، يعني أي حاجة مش منطقية. أو ممكن تدخل الحلم وانت واعي، يعني تنام على وعي كامل ولما توصل للحلم تبقى مدرك إنك جواه، بس ده طبعا محتاج تدريب ووعي كبير عشان تعرف توصل له. بس عارف ايه هو التحدي الحقيقي في كل الموضوع ده؟ التحدي الحقيقي يا صديقي هو انك لما تعرف انك بتحلم لازم تفضل جوه الحلم، لان في اللحظة دي الجسم ساعات بيصحى فجأة ولا كأنك خبطت في الحيطة. وعشان تعرف تحقق المعادلة الصعبة دي لازم تدرب نفسك وانت صاحي على انك تسأل دايما هو انا بحلم؟ كل لما تعود مخك على ده هيبدأ يعمل نفس الحركة جوه الحلم. بس في مشكلة خطيرة، في ظاهرة لو حصلت لك ممكن تحبسك جوه الحلم وتخليك مش عارف تطلع، اسمها الصحوة الكاذبة. عارف فيلم ألف مبروك بتاع أحمد حلمي؟ أكيد اتفرجت عليه واستمتعت بيه وزعلت على النهاية. بس الفيلم ده ما كانش مجرد خيال كاتب، ده كان بيشرح حالة غريبة جدا اسمها الصحوة الكاذبة. تحس انك صحيت تقوم تلبس وتشرب مية وبعدين تكتشف انك لسه بتحلم. أسوأ حاجة انها بتتكرر، ممكن تصحى 3 أو 5 مرات جوه نفس الحلم. المخ بيخدعك يخليك تفتكر انك دخلت في يومك عادي، لكن الحقيقة انك لسه محبوس جوه عقلك نايم في السرير، وكل ده بيحصل جوه خيالك وانت مش واخد بالك. زي احمد حلمي كده كل يوم الساعة 12 يموت ويصحى تاني يوم الصبح على نفس المشهد. ولما جرب يلعب في الأحداث دماغه خدعته وفضلت توهمه انه صحي وهو كل ده بيحلم أحلام جوه أحلام. الفيلسوف برتراند راسل نفسه قال إنه عاش حوالي 100 صحوة كاذبة ورا بعض بعد ما فاق من البنج، وده بيأكد إن الظاهرة دي مش بس حلم، دي تجربة عقلية كاملة بتقفل عليك الواقع من كل الجهات. العلماء بيفسروا الموضوع ده وبيقولوا إن اللي بيحصل في اللحظات دي هو خلل مؤقت في النوم، والنوم ده هو المسؤول عن أغلب أحلامنا. في فرضية إن الصحوة الكاذبة دي بتفتح لك نافذة على عالم بدائي في عقلك، عالم حقيقي لكن مش طبيعي، عالم فيه كل حاجة بتحصل كأنها واقع لكن من غير أي منطق حقيقي. والغريب إن تفاصيل الحلم بتبقى دقيقة بشكل مزعج، نفس أوضتك، نفس لبسك، نفس الموبايل اللي على الكومودينو، كل حاجة واقعية لدرجة إنك ما تعرفش إنك بتحلم غير لما يحصل شيء مش منطقي، أو لما تفضل تصحى وتنام جوه الحلم كذا مرة. وده هو الفخ، إنك تحس إنك فقت لكنك في الحقيقة لسه نايم. طيب تعمل إيه لو جربت صحوة كاذبة؟ أول حاجة لازم تكتشف التفاصيل الغريبة، الحاجات اللي ما تبقاش منطقية داخل الحلم، زي ساعة بتتحرك غلط، باب مش موجود. أو تستعمل الأسئلة، اسأل نفسك هل أنا واقف على الأرض أو اللي شايفه ده منطقي؟ استرخي يا صديقي وما تخافش. لو اكتشفت إنك لسه محبوس جوه الحلم حاول تكون هادي وتختبر الواقع، حاول تغير الحلم. لو اكتشفت إنك في حلم حاول تحوله لحلم واعي بدل ما تصحى خالص. الحقيقة إن معظم التجارب بتتراوح ما بين فشل ونجاح الطرق دي في التحكم في عقلك، عشان في النهاية كل ده محتاج قوة وصبر ووعي. في ناس حكت إنها كل مرة بتحاول تخرج من الحلم بتتحبس جواه، وفي بنت حكت إنها كانت بتحاول تصرخ بس من غير أي صوت. وزي ما ده موجود كمان في تجارب كويسة موجودة، زي جيمس شاب بريطاني كان بيشوف كوابيس عن حادثة غريبة، قرر يواجه الكابوس جوه حلم واعي. وقف في نص الطريق ومد ايده للسيارة، ولما صحى حس براحة لأول مرة من سنين. وفي ناس استخدمته للإبداع زي بول ماكارتني اللي حلم بلحن أغنية وصحي وهو بيرنمها بعد حلم واعي. أما أنا فرجعت الكابوس القديم، لكن المرة دي كنت واعي، عارف إني نايم وواقف بثبات. الكيان اللي كان بيطاردني ظهر، بس لما واجهته اتحول لطفل صغير وبدأ يبكي. وقتها فهمت إن الكابوس مش عدو، ده كان تمثيل للخوف اللي جوايا.
دلوقتي السؤال مش هل ممكن تتحكم في حلمك، السؤال هو هل مستعد تواجه نفسك؟ الحلم الواعي مش بس متعة، ده مرآة بتشوف فيها حقيقتك. غمض عينيك، يمكن يكون ده حلمك الأول الواعي. ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجاية. سلام.